السلام عليكم حبايبي أعزائي المشتركين الأحباء. طبعا اليوم ويانا قصة واقعية، أنا عجيبة هذه القصة، يعني يوما وما كملت والله. أنا حبيت إن هذه القصة أسويها جزئين. هذه القصة تتحدث عن قصة حب لحيدر وسارة. حبديها من البداية. طبعا أنا ما راح أقدر أكملها، يجوز أخليها المدة 5 دقائق، أسويها جزئين. طبعا حيدر يبلغ من العمر 17 وسارة تقريبا 17 ويجوز أصغر من نفس سنة. المهم سارة تصير أقارب حيدر، فحيدر كان يعني ما مهتم إنه سارة تحبه، بس طبعا سارة كانت تحبه من البداية، حيدر ما كان يعرف بهذا الأمر. فاستمر حيدر يعني كأنما هي بنت عمه وهذه الأمور. في يوم من الأيام حيدر من مشكلجي كله قضايب وهذه الأمور. طبعا يوم من الأيام حيدر تعارك بالمنطقة ورجع شارة لأهله، رجع للبيت. أوكي، فمن رجع اجوا الناس يردون يقتلونه. فحيدر وين راح قتل بالممر الأخير، قتل اللي هناك. بهذه الأثناء هو وين من قاتل ورا البرايمين ما أعرف إيش. كانت سارة قاعدة بالغرفة، وسارة كانت تسولف ويا أخت حيدر. فقالت للأخت حيدر أنا أحب حيدر. هالأثناء حيدر سمعها. طبعا حيدر ما كان متوقع إنه سارة تحبه وتوصل لهذه العلاقة هيك. المهم هم يعني صارت تدز له رسالة ويعني بدت شوي شوي هو هم صار يدز لها رسائل. طبعا بذاك الوقت ما كان اكو تليفون، طبعا انا احكي لكم سابقا مو حاليا. ما كانت اكو تليفونات، فقط رسائل وعلى قولته هنا طارش ندز، يعني انا اروح اودي المرسال. فظلوا على تواصل على الرسائل وهدايات، يعني الهدايات ماكو ساعات وهذا كله ورود وردة حمراء. المهم هم استمرت، بس حيدر من النوع الخجول يعني جدا. صحيح هو مش كلجي وهذه الأمور، بس هو خجول يعني ما ينوصف خجله. يوم من الأيام يعني تواصلت الرسائل وصارت علاقتهم قوية بالرسائل يعني لحد الجنون. في يوم من الأيام سارة جت البيت حيدر هي وأهلها، فقاعدين كلياتهم. صارت فرصة إنه حيدر يقعد يم سارة. سارة انتظرته. طبعا حيدر واقف في هذه الأثناء بالباب، وسارة قدامي قاعدة بالغرفة وما قدر يدخل يمها يقعد. يعني هو هذا خجل عم عليا، خرب قصة الحب ماله كلها. فبقت علاقتهم مع الرسائل وكذا. رجعت نفس الحالة، رجعت هم جت البيت من مرة الأخ، وهم نفس الحالة. بقت سارة تنتظره وهم دزت له رسالة قالت له ليش ما تقبل تجي معي تقعد يمي نسولف حتى تتعرف عليك أكثر. وهم يعني قال لها أوكي وتعالي وإن شاء الله هاي بس هاي المرة ونقعد. هم اجت الثالث مرة، طبعا هاي الثالثة خطرة يعني ما تصلح. فقعدوا، هم اجت طبعا سارة وهم نفس الحالة، هم ما قبل حيدر يقعد. في يوم من الأيام صادف عرس أخوها. راح هو العريس بليلة الحنة. طبعا هو بالشارع يعني مقاعته وهذه الأمور كانت.
شاف سارة فوق بالسطح واقفة جاي يتبارى عليه، فدزت لها طفل قالت له روح صح حيدر وقال له سارة فوق قاعدة. المهم هو طفل راح وقال للحيدر، وهو حيدر هم صعد للسطح. فمن صعد شاف سارة قاعدة قدامه. طبعا هم نفس الحالة، شاف سارة قاعدة قدامه، هو طلع تليفونه وسوى روحه دا يخابر. وسارة كانت يعني مسافة قريبة يعني منا يعني ما بيها متر، وما سوى اشي. وهم سكتت سارة. بعدين دزت له رسالة. طبعا سارة هي النوع من اللي تحبه يعني جدا، يعني حبها قوي. يعني لو غير هذه البنت يعني تركتها من زمان. فهم بقت وياه، فدزت له رسالة كاتبت له بيها انت جبان، انت ما تستاهل واحد يحبك، انت لو صدق تحبني كان ضحيت وجيت، مو انا اللي اضحي واجيلك. يعني كل ما هاي انا اللي ادز رسايل، انا اللي ادز لك ورود، انا اللي اكثر شي اتحمل المسؤوليات. فهو بليلة انقهر من شاف هذه الرسالة، فقرر ينتحر. قرر ينتحر، والحمد لله والشكر لحقنا بيه وما انتحر. وهم بقى واستمر. فقرر تقريبا صارت مدة علاقته مع رسائل تقريبا سنة. فقرر يخطبها. فراح لبيتهم، قعد يم أمها وإخوانها وأبوها. طبعا علاقته هو بإخوانها يعني جدا قوية. فحكى لهم الموضوع هو وأهله، هو وأبوه طبعا وأمه. طبعا كلهم قبلوا، الشباب والأبو قبلوا، بس الوالدة ما قبلت. قالت أني حيدر مشكلجي. طبعا هو قلت لكم أنا مشكلجي هو وطلايب وهذه الأمور. فقالت أم سارة قالت حيدر مشكلجي، يومية مسوى عركة ويومية داخل السجين، وما أقدر أنا أنطيها لحيدر. حيدر يخاف ويسبب لهم مشكلة ويجوز ينقتل ويومية يطب سجن. هذا ما أقبله بهذا الشي. طبعا ما تتصورون يعني شنو صار لأبو حيدر. أكيد يعني ما يتحملها، وأي واحد يعني ما يتحملها علمنا. فقال لي يرضيكم خلنا نروح. طلعوا من البيت وهم استمرت وهم مرة فترة هم حاول يرجع لها. قالت له دزت سارة رسالة قالت له تعال، أنا هم بغيت أقنع بأمه أنه هذا الشخص أريده، وحيدر ترك هذه الأمور كلها صارت من الماضي. فبعت هي، وإن شاء الله نشوفها وندز لكم.